دلوقتي احنا عندنا ال 20 مره بتوع ادمان احلام اليقظه. عايزك وانت بتظبط ال 20 دول هتعمل تشانل على التليجرام او ايا كان، يعمل حاجه. انا كنت ذات شخصيا عامل تشانل على التليجرام اسمها احلام اليقظه. كنت في اي وقت بسرح او بتخيل نفسي في سيناريو هلامي فشيخ وبتاع، بقوم جاي رايح فاتح ريكورد، او بلاش فاتح ريكورد، جايب ورقه كده واقعد اكتب عليها انا ليه بكتب فيها حلم اليقظه اللي انا قاعد بسمعه ده، او بسجل في ريكورد حلم اليقظه اللي انا عايش فيه دلوقتي. انا لما بقول لك عايزك كده على مدار سكه اسبوع ولا اسبوعين مثلا من حياتك تكون ماشي طول الوقت اي حلم يقظه انت بتحلمه تسجله في ريكورد او تكتبه على ورقه او تريكوجنايز. الهدف من الموضوع ده حاجتين. اول حاجه انك انت بتدرب عضله التركيز بتاعتك، لانك انت في الاول انت على طول متعود انك انت سرحان وهيمان، وذهنك بدل ما يكون قاعد في اللحظه الحاليه بيبتدي يشرد 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 يشرد، وفين وفين عمال ما تكتشف انك انت بتعيش احلام اليقظه. فلا، عايزك كده تروح تدرب نفسك اول ما تيجي تسرح رجع تعمل كده. لا انا بسرح دلوقتي، ودلوقتي بسرح وبتخيل نفسي في حاله ان انا بحلم ان انا ايه، ولنفترض انت في بنت انت بتحبها على ارض الواقع وبتعيش احلام يقظه انك انت اتجوزتها وبقى عندكم عيال وهي بتحبك والحاجات دي كلها، تقعد تحلم تسجل في ريكورد او تكتب على ورقه انا دلوقتي بحلم ان انا عايش في ثبات ونبات وحاجه جميله جدا مع البيت، والكلام ده كده مش حقيقي، وانا دلوقتي بعيش احلام يقظه والكلام ده كده كله في شنك منه. ثواني تمام. والكلام ده كده كله في شنك منه. لما انت بتعمل كده اول حاجه زي ما قلت لك بتدرب نفسك كل ما تشرد ترجع نفسك للحظه الحاليه، فانت بتقوي عضله التركيز بتاعتك، المصل بتاع التركيز، لان ده كان الغرض اصلا من المديتيشن. لما كان بيقول لك اعمل مديتيشن كنت بتحاول تركز على نفسك، ولما تيجي تسرح ترجع تركيزك للحظه الحاليه. في الاول انت لسه ضعيف، فهتسرح بعد سكه ساعتين هتبتدي تكتشف انك انت كنت سرحان. حلو الكلام. مع مرور الوقت كده عضله التركيز بتاعتك هتقوى اكتر، فمش هتلحق تسرح 10 دقائق وهتلاقي نفسك بترجع، تسرح 5 دقائق وتلاقي نفسك بترجع، بعد سكه دقيقه بالظبط مستريحان هتلاقي نفسك بترجع، بعد سكه 10 ثواني هتلاقي نفسك بترجع. كل مدى لما انت بتدرب نفسك عضله التركيز هتقوى، بس الصبر. دي الفايده الاولانيه، انك انت ايه تكتب كده او تريكوجنايز انك انت دلوقتي بتحلم احلام يقظه عشان ترجع نفسك للحظه الحاليه. اما النتيجه الثانيه ودي الحاجه الاهم، لما انا بقول لك حاول تكتب ولا تسجل في ريكورد عن حلم اليقظه اللي انت بتحلمه، انا عايزك تانلايز الحلم ده علشان تعرف ايه الاحتياج الدفين اللي عندك. دلوقتي احتياجاتنا اللي احنا مش عارفين نلبيها على ارض الواقع هي السبب اصلا اللي خلت المخ بتاعك يخلق احلام اليقظه دي ويخلق عالم خاص بيه، فهو في العالم ده بيلبي الحلم ويلبي الاحتياج اللي هو عجز يلبيه على ارض الواقع. فاهم قصدي؟ فلما انت تعرف ايه هذا الاحتياج هتبتدي تسعى لتلبيته. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي كنت داخل منافسه مع حد في الكليه، مين فيكم بيجيب اعلى من الثاني، والشخص ده جاب اعلى منك. حلو الكلام. فانت دلوقتي كده حاسس بالفشل وانك انت يعني فشلت انك تجيب اعلى منه وبتاع، فمخك لما بيلاقيك حزين ونفسك مكسوره ومتضايق بيبتدي بقى ايه يعيشك بقى احلام يقظه انك انت في عالم من العوالم وفي سيناريو من السيناريوهات في زمن من الازمنه كنت قاعد وذاكرت وتفوقت على هذا الولد، وتفضل سرحان 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 وتاخد نشوه الانتصار الوهميه والدوبامين المزيف اللي انت كنت ممكن تحصل عليه لو انت كنت قعدت مع نفسك وقلت قشطه انا خسرت منه هذا الامتحان، انا هحاول اذاكر من اول وجديد وهعزمه في الامتحان الجاي. لكن لا، ذاتس اول جون، كل ده راح بسبب احلام اليقظه. انت حصلت على دوبامين مزيف زي ما شرحت لك فوق. ماشي. فدلوقتي الاحتياج اللي عندك ده احتياج انك انت تنجح. فلما انت تانلايز كده تقعد تلاقي نفسك بتسرح، انا دلوقتي بتخيل نفسي انت عمال بتسرح انك انت تتفوق على الواد ده، فتفاجئ تقول لنفسك انا تكتب في ورقه او تسجل في ريكورد انا دلوقتي بتخيل نفسي بسرح، الكلام ده كده كله ملوش اي 30 لازمه، وانا كده بعيش احلام يقظه وبدمر نفسي. كنت بقول لنفسي كده والله العظيم اقسم بالله. بعد كده بقعد مع نفسي بحس ان انا عندي احتياج ان انا انجح على الولد ده، فحاول بقى بطريقه منطقيه البي الاحتياج ده بس على ارض الواقع، واسعى. لان انا لما البي هذا الاحتياج على ارض الواقع مش هيكون في حاجه، الاحتياج ده مش هيكون موجود، ولما مش هيكون موجود مخي مش هيكون في مطلوب منه او عنده الحاجه ان هو يخلق لي سيناريو عشان احقق هذا الاحتياج. ما هو الاحتياج ده اوريدي كده انا حققته. ما هو اللي خلق السيناريو الوهم اللي في مخك ده الاحتياج اللي ما عرفتش تحققه. لما انت تحقق هذا الاحتياج مخك خلاص الاحتياج والراجل ساتسفايد زي الفل. ايه اللي هخلق احلام يقظه ليه؟ فعشان كده عشان تمنع مخك من ال 20 بقى احلام يقظه دول، تحلل الاحلام اليقظه اللي انت بتعانيها وتعرف ايه الاحتياج اللي قدر يزور هذه احلام اليقظه وتحاول تحققه على ارض الواقع. ليه الناس بتفشل في المرحله بتاعت ال 20؟ انا قلت لك ليه الناس بتفشل في مرحله التخلص من 80%، قلت لك لما التزموش باي حاجه من الحاجات ايه اللي انا قلت لك عليها هنا. طب ليه الناس بتفشل هنا بقى في الحته دي ان هم يخلصوا من 20%؟ اول حاجه ان هم لما بيجي ينزلوا على ارض الواقع يحققوا الاحتياجات بتاعتهم، ماشي، عايزين يحققوها بشكل مثالي. بشكل مثالي. بص عايز اقول لك على حاجه، عايزين كده نحط قاعده ثابته. مفيش انسان على ارض الواقع كل احتياجاته مسدده، ماشي، عشان في منكم بيعيش احلام يقظه بيتخيل نفسه هو مكان ايلون ماسك، هو اغنى راجل في العالم. بص يا اسطى، مفيش انسان على ارض الواقع احتياجاته مسدده، ماشي. اي انسان على ارض الواقع، تعالى كده اغير لك اللون عشان زهقت من اللون الازرق، نخليه لون احمر. اي انسان على ارض الواقع عنده نوعين من الاحتياجات، مسدده وغير مسدده. غير مسدده ده طبيعي، كلنا ما فيش حد فينا عنده احتياجاته كلها مسدده، تمام، وبيحاول بقى يسعى ان هو يسددها وهكذا الى اخره، ويسددها بطريق طبيعي على ارض الواقع مش بالهروب بوسط احلام اليقظه. اما الاحتياجات بقى المسدده، الشخص اللي هو بيحاول يتخلص من 20% دول اللي هو مريض احلام اليقظه، ايه اللي بيتعرض له هنا؟ بيتعرض للاتي، ان هو عنده احتياجات غير مسدده فبيحاول يسددها باحلام اليقظه، ماشي، وعنده احتياجات المسدده دي بتخليه برضه يعيش احلام يقظه. عارف بيعيش احلام يقظه ليه؟ عشان الاحتياجات المسدده دي عايز يسددها بشكل مثالي جدا، لان خد بالك من ضمن عيوب احلام اليقظه انها مش بس بتلبي الاحتياج اللي انت مش عارف تلبيه على ارض الواقع، الا كمان بتلبي الاحتياج ده بشكل مثالي جدا.
مفيش حد هيلبي احتياجه بشكل مثالي جدا على ارض الواقع. يعني انت مثلا كشخص محتاج للفلوس على ارض الواقع، فتتخيل نفسك انك انت شخص غني جدا ومعاك مليارات ومعاك كذا 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 كذا، لما انت تيجي تسعى تلبي هذه الاحتياجات على ارض الواقع، هل هيكون معاك مليارات؟ لا. فالطريقه بس فبسبب ان مفيش طريقه مثاليه لتلبيه احتياجاتك بقى على ارض الواقع، بتهرب لاحلام اليقظه اللي انت بتلبي فيها الاحتياج بشكل مثالي. فدلوقتي عندك نوعين من الناس، نوعين عنده احتياج مش قادر يلبيه فبيهرب، فبيحاول يلبي هذا الاحتياج باحلام اليقظه بتاعته، وشخص تاني عنده احتياج على ارض الواقع عارف يلبيه بس ما لبهوش بالشكل المثالي اللي لبى بيه هذا الاحتياج في احلام اليقظه، فيروح يهرب باحلام اليقظه. لازم تقعد كده مع نفسك وتيقن حقيقه انك انت مش هتلبي كل احتياجاتك بنسبه 100%، هيكون الطبيعي هيكون عندك احتياجات غير مسدده، والاحتياجات المسدده عندك هتكون مسدده بشكل غير مثالي. جميل جدا. يعني كوب مع الموضوع وتعايش عادي، وكل لما تيجي تسرح زي ما قلت لك سجل سجل السد ده، وحس لا واكتب كده على ورقه، واكتب مهم يا جدعان تسجلوا كده، لازم تسجل. التسجيل هيخليك انك تقطع نفسك كده عن حاله السرحان اللي انت فيها، فهيقوي عضله التركيز بتاعتك ويقللك من السرحان، وكمان هيخليك تعرف تانلايز الاحتياج اللي عندك، فلما تعرف ايه هو هذا الاحتياج هتنزل على ارض الواقع تحاول تلبيه بس بشكل غير مثالي. ده طبعا بعد ما بعد ما تيقن حقيقه ان ما فيش انسان عنده احتياجات كلها مسدده، لا، في جزء عنده احتياجات غير مسدده وجزء تاني مسدد بس بشكل غير مثالي، وده الطبيعي بتاع اي انسان.